بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يخن الدماء ونسأل الله يولي فينا ما يصلح. طبعا أنا في واحد يعني أرسل لي رسالة لبعض من أولادنا شانين عليه هجوم كبير خالص إنه صدام ده بقى من الجنجويد، وحتى إنه في رسول لي يعني منشور لواحد من الشباب قال احنا صدام ده بنفتشوا عنه، ولو لقيناه لو المحل ما لقيناه بنصفوه. وده طبعا يعني جزء من اولاد اللي برقصوا الارهاب. وعلى الاسف الشديد الناس اللي شانين علينا هجوم الاغلبيه هم ابناء القبيله، اضافه لانه في ناس من الاسره يعني سبحان الله. طيب، ف انا والله يعني انا مستغرب. طيب، اولا الكلام ده بخلي زول بيفكر. انا فكرت كتير وقلت انه يعني ليه انه احنا بندافعوا عن اولادنا ديل وهم الان بيحاجمون او واقفين ضدنا، رغم انه احنا بندافعوا عنهم يعني بكلام واضح. ويعني حتى انتقدنا الدعم السري بعد الانسحاب من مدني. يعني الشيء اللي حصل في مدني انا اتكلمت بكله، وده قلت انا بنحمل الدعم السري المسؤوليه ما حصل في مدني في المقام الاول، باعتبار انه نحن ناس كدعم سري فلازم انه بنتكلم. ونحن الان يعني آه وجودنا في الدعم السري من اجل ان يكون هنالك السودان يسير للجميع، من اجل محاربه الظلم، من اجل يعني محاربه كل ما يتعلق بنظام الانقاذ او 56 عموما. فبالتالي انه نحن كلامنا حتى مع الدعم السري واضح، في داخل الدعم السري كلامنا واضح، ولازم يكون عندنا صوت يعني. والا ما في داعي لوجودنا اصلا في الدعم السري، ما زي الفلنقايات ديلاك اللي قاعدين سواء كان في المشترك او في الجيش، واحد بطبخ له اهله وما قادر، ما راجل بيتكلم. لا لا، احنا كلامنا واضح وعندنا وجودنا، عندنا اعتبارنا في الدعم السري. طيب، آه انا فكرت كثير، والله فكرت كثير خالص، وقلت انه ليه نحن بندافع عن اولادنا ديل وهم بيحاجمونا. فبعد لي في ذهني انه العرب كان يعني بيقولوا لمكوناتنا ديل ابيد او بيصفونا بالعبوديه، فانتوا عارفين يعني وكانوا على حق. انا يعني فكرت كده، قلت والله في الناس على حق، لانه عارفين انتوا العبوديه يعني شنو، انه الانسان ده يعني يقال بان فلان ابيد او الزول من الابيد. عارفينه ليه؟ لأن العبودية ما بيرتبط بزمان ولا مكان ولا لون ولا لغة ولا شكل. العبودية لا شكل لا لون لا مكان ولا زمان. العبودية عبارة عن صفات وسلوك ومميزات وعناصر، نقول يعني متى ما ظهر في مجتمع معين من المجتمعات جاز أن يطلق عليهم لفظ العبودية أو جاز أن يقال بأنهم عبيد. طيب، ما هي تلك الصفات والمميزات والعناصر والخصائص اللي بتصفه الشخص انه جاز يقول الشخص ده عبيد؟ يعني الانسان اللي بيرضى بالذل، الاب ما دائما زول ذليل. الانسان اللي انه يعني بيرضى بالاهانه، والاب دي كالعاده يعني انسان حقير. الانسان الحاسد، معروف يعني الاب حاسد حتى على نفسه. الانسان يعني انسان ما بيرضى انه يكون هو تابع للاخرين دائما. انسان ما بيدافع عن ارضه، ما بيدافع عن شرفه، ما بيدافع عن نفسه، ما بيدافع عن اهله. إذا إنه في شخص انطبق عليه هذه الصفات جاز أن يقال بأنه عبد أو واحد من العبيد. والكلام ده بينطبق على أي زول بيحاجم فينا. الرسالة ده في شاب رسل لي رسالة، أنا تابعت المقطع لواحد من أولادنا أولاد البرقو. المقطع حقه اللي بيتكلم عني ده، الزول اللي رسلت لي المقطع ده، المقطع اللي أنا بتكلم فيه الآن ده، عمل له شير أو رسله للزول اللي يتكلم عني ده، رسله المقطع ده عشان يفهم. دار ارجع معاكم شويه كده للشيء اللي حصل في دارفور. طبعا عشان تعرفوا انه الان انتوا ناس ما قاعدين تفهموا، ناس ما عندكم مخ، ناس ما عندكم عقل، ما بتفكروا. طيب، آه الشيء اللي حصل في دارفور تم تصليح بعد القبائل العربيه، وحصل ما حصل في دارفور من قتل واغتصاب وتحجير لعدد كبير جدا من قبائل دارفور، وكلهم يا هو اولادنا ديل، الناس اللي بيشبهونا ديل، الزرقاء ديل. طيب، القبائل الافريقيه ديل تم تحجيرنا. دولة 56، الشيء اللي حصل لنا في دارفور كله من نظام الانقاذ لحد يعني ما قبل 2003. صحيح في دارفور في مشاكل بسيطة بين المزارعين والرعاة، لكن كان الإدارات الأهلية
قادرين يتحكموا تماما في المشاكل اللي كانت بتحصل في دارفور. حتى انه وصلت الحال لانه الهروبات القبليه بعد المكونات القبليه في دارفور، لكن برضه سريعا ما اتحلت عن طريق القبائل الاخرى. يعني بيحلوا المشكله، أربعة خمسة من القبائل بيجوا بيقعدوا مع بعض بيشوفوا القبيلتين مشكلتهم شنو، بيحلوا لهم مشكلتهم. دي كانت الشيء الموجوده في دارفور. بعد 2003 تم تصليح عدد كبير جدا من القبائل العربيه، وحصل ما حصل في دارفور. الشيء في دارفور في شيء معروف، يعني نحن في غنى عن الكلام عنه، معروف لدى الجميع. نحن دفعنا ثمن في دارفور. الآن ما في حاجة بيخليكم تقيفوا مع الكيزان، ولولا أنكم أغبياء ناس ما بتفهموا. الآن ما كان في حاجة اسمه كيزان، أو ما كان في حاجة اسمه جيش الآن. والله الآن اللي كان تمكن الدعم السري تماما، يعني البرهان ده في الزمن ده كان حصل بشار أسد، والله كان بقى زي أسد. ما هو جرى خلى خرطوم، ما فضل إلا يجري من بور السودان. طوال إنه جات الحركات المسلحة والمشتركة، وأولادنا اللي ما بيفهموا ديل اللي بيرضوا بالذل والإهانة واقفين بيدافعوا عن الكيزان. وبذلك يعني الجيش استعاد قوته جابوا من وين؟ من الحركات المشتركة، من الحركات المسلحة والقوات المشتركة، من أولادنا اللي استنفروا. وبعد ذلك إنه سوف يستمر هذا الحرب، والله بيستمر. دارفور أصلا ما خلاص منتهي، لكن أنا كلامي ده أكتر حاجة داير ناس الجزيرة بالذات يستفيدوا من كلامنا. نحن في دارفور يعني تم تصحيح القبائل العربية، وكانوا كأدوات أو كأداة لتنفيذ مهمة محددة، لتنفيذ أجندة معينة ودورهم انتهت. لما يعني أصبحوا ناس أخويا، والقائد محمد حمدان دقل بيجي بيتكلم عن قضية الحامش، وإنه نازل خدعونا وما كنا عارفين، والناس كانوا يكذبوا علينا، خدعونا بالدين، واعتذر الناس دارفور واتبنى قضية المظلومية والحامش أو قضية المظلومين. فطوال إنه حاربوا حتى إنه يتم القضاء عليه. بعد ذلك نحن الآن يعني الحرب اللي بدأ 15 أبريل ده بسبب إنه القائد ده خير مساره تماما، وأصبح إنه إنسان واعي. وزي ما تكلم قال إحنا إخواننا الآن بكنا واعيين. قال الناس يا إخوانا فسروا لنا القرآن غلط، قالوا لنا إحنا عرب دارفور في آخر الزمان بتنصروا الإسلام. فبالتالي إنه الآن هم عرفوا قضيتهم، وعرفوا إنهم هم كانوا عبارة عن أدوات لتنفيذ مهمات أو لتنفيذ أجندة بالنسبة للكيزان. فلذا إنهم الآن أكثر ناس بحاربوا الكيزان اللي هم القبائل العربية في دارفور، إضافة لعرب كردفان. دي أكثر ناس الآن بيكرهوا الكيزان. ليه؟ لأنه أدركوا تماما إنه نازل كان استغلهم بالمناسبة. أدركوا تماما إنه نازل كان يعني هم عبارة عن أدوات لتنفيذ مهمات بالنسبة للكيزان. فبالتالي ودي بالمناسبة أصعب اللحظات، ويعني أصعب شيء لما إنك تدرك إنه في إنسان كان يعني خاطئ يعني، أو كان ما مديك مكانه، لكن دار ينفذ بك شيء معين. فبالمناسبة الآن هم ما بيرجعوا عن القضية على الإطلاق أبدا، ويرفوا قضيتهم. الآن هم أصبحوا واعيين تماما. بالنسبة للقبائل العربية الآن أصبحوا واعيين تماما ومستمرين في القضية ده، وما حيخلوا القضية، لأنه عارفين لو هم خلوا الكيزان ما حيخلوهم. والله عارفين الكلام ده، عارفين الكلام ده هم تماما. فلذا إنه وقدموا الشهداء اللي فقدوا عدد كبير جدا من أسرهم. زي ما قلت يعني في أسر يعني الآن إنه كاد أن يكون خالي من الرجال تماما. والله فقدوا، يعني تخيلوا إنه في أسرة واحد، إنه الأسرة واحد بيقول إنه هم فاقدين 15 20 نفر بس من الأسرة. في ناس إحنا يعني يعني عارفين إنه معرفة شخصية، يعني في أسرهم الآن فضل 2 أو 3 رجال، 2 بس أو 3 رجال من أسرة كامل. يقول لك لما تتكلم معه يعني بيحسب لك من 7 8 10 وأنت ماشي. هل تفتكر إنه الناس زين هيخلوا القضية ده، هيخلوا دم أولادهم ده كده بالساهل؟ مستحيل طبعا. إضافة لأنه زي ما قلت إنهم عرفوا إنهم أصلا يعني كانوا ضحايا، والآن أصبحوا أكثر يعني ضحية للشل الآن بسبب هذا الحرب. فبالتالي إنهم ما حد نازل عن هذه القضية. العرب دي قضيتهم يعني هم ناس طبعا واعيين وناس فاهمين، ويعني فهموا قضيتهم، وناس عندهم التكاتف وعندهم الفزع، بدافعوا عن نفسهم. جانب العرب دي كده نقفلوا بابهم، هم دي قضيتهم معروف. طيب نحن يعني سنولينا الدعم السري في دارفور، او قبل ما يكون دعم سري مجموعات قبليه كانوا في دارفور تم يعني تسليحهم وحصل في دارفور. قبل يومين او 3 ايام في مشكله كان بين الضباط وبين كتائب البرة. يعني وصل الحال انه تم تصفيه بعض من الضباط بكل وضوح، يعني تغيروا. والكلام ده كان حصل مع بعض الضباط لما نتكلم عن الدعم السري في ايام البشير.
البشير عمل لهم استدعاء وانه طلب بعضهم انه يقدموا استقالاتهم سياسيين، وبعد دباد يعني برضو طردوه من المؤسسه العسكريه عدل لانه كان يتكلم عن الدعم السري. الان نفس المقتت عبد الفتاح البرهان او قائد الجيش جيش الباش بزغ حاول انه يمشي بنفس فهم البشير، يستدعي دبات لانه عندهم خلاف مع كتائب البراء. يعني شنو البراء؟ وطبعا ده الكتائب بتكلم عنه مع عثمان، يعني كتائب الزيلة هم البراء. الان الجيش انه بيحاول انه بيقوي في البراء كبديل للدعم السريع. يعني الناس ما بتفهم بنفس القدر يا ناس الجزيره الشيء اللي حصل في دارفور بيحصل في جزيره، بيتاكدوا تماما بالذات للسفحاء الما بيفهموا القديم بحجم فينا ديل، والمقطع ده شيروخ اللي يصلهم. والله الناس اللي بتحاربوا فينا واللي بتحاجمونا ديل بينطبق عليكم صفات العبوديه تماما، وجاز ان يقالوا لكم عبيد. والله انا طبعا في واحد يعني من الشباب رسول الله انه يعني سكرين في الجروب. اول حاجه لما شاف الشباب يتكلموا عني كثير جاء غير الصوره البروفايل بتاع الجروب، شال صورتي خدتها في الجروب ده اول حاجه، وكتب بشكل واضح وصريح قال اي زول الان بحاجم صدام هو من العبيد. وكلامه فعلا والله عديل انت عبيد عديل. اقول لك الكلام ده طاغي يعني، خليه يسالك وخليه يسال لاي زول ذاته، خليه يسال لاي زول وصلوا له الكلام ده، لانه انا ممكن نجي ندافع عنك بدافع عنك بروحي، بدافع عنك بنفسي، بدافع عنك باخلى ما نملك اللي هو الروح. يعني نحن الان موجودين يعني زي ما قلت دايرنا في الميديا بيلقانا، دايرنا في الميدان بتلقانا. بجي بدافع عنك لانه بقول عندي اهل، بقول عندي اسره، بقول عندي قبيله، بقول عندنا ناس مظلومين، عندنا ناس يعني كانت تمارس عليهم العنصريه والجهل القبليه وتجي تحاجمني. لانك انسان قلبي ما بتفهم. مفترض يكون في يعني دائما ما ناس بتتكلم وتقول انه قوتنا في وحدتنا، او تعالوا كده شوفوا الدعم السري ده بقوه الان موجود ده، لانه الدعم السري بقوته الموجوده الان ده معروف. يعني الدعم السري ده الاغلبيه او 90% هم القبائل العربيه، 90% القبائل العربيه مختلف مسميات القبائل العربيه 90%. يمكن يكون 10% بتمثل قبائلنا دي. نحن ده ممكن في الدعم السري حتى الان ممكن يمثلوا 10% او ممكن يكون اقل. فبالتالي انه الدعم السري بقوه الكبير ده ليه؟ لانه بيدافعوا عن نفسهم، بيدافعوا عن نفسهم كاسر، بيدافعوا عن نفسهم كقبائل، بيدافعوا عن نفسهم كمجموعه معينه، يعني بيمتازوا بصفات وبمميزات وبخصائص معينه انه هم مجموعه من القبائل العربيه الان بيدافعوا عن نفسهم وثبتوا نفسهم انه فعلا حيكون عندهم وجود. تعال انت اللي بتحجم فينا ده الدعم السري ده مثلا لو دارفور ده يتفصل هتمشي وين؟ هتجي بعدين تجي تقول للدعم السري يعني انا معاك يعني؟ ما عنده لك حاجه يعني بالمناسبه، والله ما عنده لك حاجه يا اخي. ناس قدموا الالاف من الشهداء، انت منو عشان تجي داير تحاول تبقى مع الدعم السري؟ لو الدعم السري انتصر في المشهد ده، وان كان هو الان بيتكلم انه اوجد الدعم السري الان يعني ان يكون هنالك سودان جديد، لكن اتغير لو بالشهداء اللي هم الان قدموه في الميدان، لو فعلا انتصروا على الجيش ده تماما، انت موقفك هيكون شنو يعني؟ ثاني حتبقى ذليل وحقير للدعم السري. والله مش انت الان ذليل وحقير عند دوله 56 عند الكيزان، بكره حتبقى ذليل وحقير عند الدعم السري. بكره ثاني اولاد العرب ديل حيطلعوا لك في راسك. ليه؟ لانك انت ما شاركت، ليه؟ لانك انت ما قدمت شهداء، ليه؟ لانك انت ما ناضلت، انت ما وقفت في الحرب ده. فبالتالي ثاني حتبقى انسان ذليل وحقير وتهان، وحتبقى تلقى اهانه وذل اكثر من الشيء اللي كان موجود مع الكيزان. والله اقول لكم بالواضح يعني عشان ما تلفوا كثير وتدوروا. الان الناس اللي قدموا شهداء في سبيل الدفاع عن هذا الوطن، يوم امس استشهد الجنرال جرح يعني له الرحمه والمغفره، ولكل الناس اللي استشهدوا معه. وطبعا اهله بيجيبوا حقه زي ما تكلموا نسيره قالوا عندنا 1000 زي جلها وما بنغلوا حقنا. ما هو ده نفس قصه الناس عبد الواحد لما انه قال هم دايرين يكونوا ما اعرف اخوه حمايه المدنيين وفي اماكن ستر الدعم السري. هذا ما قال لهم هو انتوا ناس ما نصح ولا شنو؟ في راسكم في شنو؟ احنا بناس بنقدم شهداء بنقاتل لحد ما انه بنحرر البلد ده، اتيجي تقول لنا قال دايرين تكونوا اخواتي حمايه المدنيين. انت المدنيين من منو قال لهم؟ وما تلقوهم متك زي المتك، اللي ما ينفع زي ناس ما عندكم فهم. فبالتالي انه ده الشيء اللي بيحصل. والله انا بقول لكم بكلام بكل وضوح يعني، لانه عشان تفهموا يعني، لانه الكلام لما يلفوه ده ما بينفع، لكن لما نقول لك كلام واضح عشان تفهم. فلو الدعم السري انتصر، حتى الدعم السري لو ما انتصر، لو حصل اي اتفاق بين دعم السري وجيش،
الناس الان موجودين ما شاركتوا، القبائل الان موجودين سواء كان في دارفور ولا كردفان ولا غيرهم ولا جزيره، القبائل الغير العربيه ما عندكم مشاركه ولا عندكم اعتبار واضح، ما عندكم وجود معروف واضح في الدعم السري، حتى ولو في اتفاق بين الدعم السري والجيش، بعدين انت عند الدعم السري ما عندك اعتبار. والحديث الان عن الحكومه هتتشكل في المقبل الايام، يمكن اسبوع يمكن 3 يوم، المهم على حسب مجرى الاحداث ممكن تتم تشكيل حكومه. فانت موقفك هيكون شنو؟ موقفك هيكون شنو انت يا غبي اللي بتجي تحاجمنا؟ هتكون تاني انسان ذليل وحقير. فليه انت بترضى بانه يعني ناس دائما تكون ناس ذليلين؟ يعني ليه ما تكونوا ناس احرار؟ ليه ما تطالبوا بالحريه؟ ليه ما يكون ناس عندكم ضمير، يكون عندكم كرامه، يكون عندكم شرف؟ ليه ترضوا دائما تكونوا عبيد؟ ليه يعني؟ فبالتالي انه الان نحن في دارفور ده يعني عرفنا قضيتنا تماما، ونحن لو واحد بيتكلم عن نفسه ما عندنا مشكله احنا الان يعني كافراد يعني في الدعم السري، ما عندنا مكانتنا وعندنا احترام، عندنا مكانتنا وعندنا اعتبارنا في داخل الدعم السري كمؤسسه كافراد. ونحن ما بنتكلم عن انه مثلا الدعم السري بكره تحكم محتاجين لوظيفه او محتاج انك يدوك عربيه او يدوك بيت، ما محتاجين للكلام ده. نحن بنتكلم عن انه شعب كامل يا ناس، امه عايش في وهم، امه عايش في ذل، امه عايش في اهانه، امه بيرضى بالذل. نحن بنطالب عن حريه لامه كامل، ما بنتكلم عن نفسنا. فلانه في واحد صفيحي قال انه احنا محتاجين من الدعم السري مصالح شخصيه، لا ما محتاجين مصالح شخصيه. في زول بيضحي بنفسه عشان مصلحه شخصيه؟ ما محتاجين لمصالح شخصيه. مصالح شخصيه وانسان انه هو موجود في الميدان بيحارب، ده مصلحه شخصيه يعني؟ يا ده مصلحه شخصيه ده. ما هو نحن عارفين انه مسيرنا واحد بكره ممكن يبقى زي جنرال جلحه، يعني مسيرنا واحد يبقى زي جلحه، يعني احنا ما قاعدين في السودان، انتوا احنا قاعدين برا السودان، قاعدين داخل السودان بنتكلم، قاعدين موجودين. اظن الداير بلقى الداير بيقابلنا في الميديا، احنا لما واحد بيجي بلبس البطله ده بقعد في الكرسي بيتكلم عشان انه حتى انه الكلام ده تصل كتوعيه، ده الجانب التوعوي، والجانب الميداني ده الجانب اخر. ده في الميدان وطلعنا احنا في الميدان والله بكل وضوح يعني، عشان ما برضه ما نمشي معاكم بعيد. في الميدان ده الدايرنا بلقانا في الميدان، والدايرنا في الميديا بلقانا في الميديا. ليه؟ عشان انه التوعيه تصل، يعني لانه لازم انه احنا يعني نحمل معنا كل الجانب الطوعي والجانب العسكري. وانت لو اصلا ما عندك اخوه، اصلا ما عندك وجود يعني، والله لو ما عندك اخوه ما عندك وجود. فبالتالي انه خليكم ناس واعيين، خليكم ناس فاهمين، دافعوا عن نفسكم يا اخي، ما تبقوا ناس اغبياء، ما تبقوا ناس سفهاء يا اخي. والشيء اللي حصل في دارفور بيحصل في الجزيره. عارفين ليه بيحصل في الجزيره؟ لانه الشيء اللي حصل في الجزيره حصل من درع السودان ومن بعض الكتائب الارهابيين، وناس المشتركه قاعدين في الجزيره وما رجال بيتكلموا. الان الجيش بيلمي في درع السودان، بحاول انه بيقووا من درع السودان، بحاول انه يعني درع السودان يكون يعني جسم قوي ويمتلك الاسلحه النوويه، الاسلحه الحديثه. ده من اجل شنو؟ لانك الانسان انت من اصلا من دارفور او القبائل الافريقيه اللي قاعدين في الجزيره، زي ما قالوا لكم يعني ادارتهم الاهليه قاموا يتكلموا بكل وضوح، قالوا البرغو والتامه، والكلام ده خلي تصلكم يا برغو للناس السفحه دي، شيلوا كلام ده ورسلوا لاي جروبات البرغو، خليه يفهموا ان الناس اللي حاجمتونا بالذات يعني. في واحد انا ارسل الله واحد كلام واحد انه قال هو بيطالب انه بتصفيتنا، احنا صدام ده يتكلم باسم القبيله، احنا محل ما لقيناه بنصفه. يا غبي ده واحد من العبيد بالمناسبه، والله وخصما اظن رسلت له تسجيل، رسل له رساله وقول له انه صدام قال لك انت واحد من العبيد. ما هو واحد من العبيد؟ ليه واحد من العبيد؟ لانك بينتبك فيك صفات العبوديه، زي ما قلنا انسان، انت انسان حقير، انسان ذليل، انسان يعني بترضى بالظلم بالاهانه، انسان ترضى انك تبقى تكون تابع للناس. ما انت شايف البرق يعني دبه احلق بالالاف في الجزيره ده. اغتصاب النساء في الجزيره دي، مريوم دي برقاويه، وفي واحده ثانيه برضه صوروها برضه يقال انها برقاويه يعني. ده خير برضه اللي دبهم في الجزيره، ولا ربطوه شالوا جدوه في النيل او جدوه في الترى، الحرقوهم هم احياء، ديل ما برضه. يجي واحد سفيح ما عنده ضمير، انسان بلا شرف والله، يدافع عن الكيزان وقال بقي في قال بحاربنا، لانكم ما بتفهموا والله. وانا اقول يعني بعد من يعني القبائل اللي هم الان عرفوا معنى الحريه يعني فيهم المشهد السوداني، بيدافعوا عن انفسهم. بس الان في السودان ده بكل بساطه يعني قبيلتين، العرب بمختلف مسمياتهم وابناء الزخاوه. والله انا بقول واحد يعني ناهيك منهم ابناء الزخاوه الان هم قاعدين، هم في المشتركه، هم في الحركات المسلحه، لكن الناس فاهمين قضيتهم.
اضرب لكم مثل بس. انا حكى لي واحد من اخواننا ديل من اولاد البرقه، طبعا هو متاسف شديد لشيء اللي حصل، موجود في فرنسا. قال لي صدام احنا كنا يعني مجموعه من ابناء السودان، يعني من كل اسبوع عندنا يوم، وكنا قاعدين في حديقه معينه او بنطلع في رحله، بنتناقشوا في قضايانا، قضايا السودان عموما، من دون تمييز انه ده يعني عربي ولا ده ما خير عربي ولا ده جاي من شرق ولا غرب، كابناء السودان بنتناقش. فقال لي انه في واحد لما كان بغال اتكلم، فقال لي انه نتكلم كده حديثنا يعني لقينا نفسنا نتكلم عن سياسه، طبعا دي اصبح حديث الساعه يعني. فقال لي انه واحد من اولاد العرب ديل قال يا اخي بقال ده راس ماله تلقى. ففي واحد قال لي انه في واحد من اولاد الزخاوه قال له احنا اولادنا ديل ما بتقدروا ترشوا واحد بمويه، خليكم من تلقى. قال له زي احنا جلدنا ما بنجر في شوك، كان دعم سري ولا كان في المشتركه ولا في حركه مصلى ولا غيره، قال له يعني احنا جلدنا ما بنجر في شوك. نفس الكلام ده بمعنى اخر قالوا بيبي وقالوا كاريزما. طبعا بعد ما انه المشتركه مشوا الزرق والحصل الشيء في الزرق شيء معروف للناس، العرب طبعا يعني في فزع كبير جدا مشى الزرق. وده الكلام انا اتكلمت وقلت يا اخواننا شوفوا الفزع، شوفوا الناس كيف فاهمين كيف بيدافعوا عن اهلهم. مشى انه اولاد العرب قالوا احنا بعد كده حنضربوا حوادث الزخاوه. طبعا العقلاء من ابناء العرب رفضوا الكلام ده، قالوا يا اخواننا دي شيء عملوه افراد، يعني احنا ما ممكن نستهدف الزخاوه كمكون، لانه ما كل زخاوه في مع المشترك او ما كل زخاوه يعني هم في الحركات المسلحه، او ما كل الزخاوه بيحاربون، عندنا زخاوه معنا الان في الدعم السري. فبقال قال شنو؟ اتكلم وذكر قيادات عندهم وزنهم وعندهم مكان وعندهم اعتبار في الدعم السري، قيادات معروفه يعني بارزين. فقال دول ابناء الزخاوه، وقال ما كل زخاوه مشتركه. فانا بتذكر يعني يمكن قبل اسبوع برضه بقى عنده كلام يتكلم في واحد من الجروبات، فقال يعني ليس كل زخاوي تابع للمشترك او الحركات المسلحه، لكن ممكن نقول كل من في المشترك او في الحركات المسلحه ممكن يكونوا اولاد الزخاوه. والله كلام واحد وسريع يعني. طيب كاريزما زول معروف، مش زول واقف ضد الدعم السري. بيبي مش زول واقف ضد الدعم السري، لكن لما جاء الكلام عن القبائل او عن ابناء القبائل طوال يقفوا مع بخال، قالوا بخال ده ولدنا. وبيبي قال واحد، قالوا زي ما انهم لما ولدهم كيكل قال احنا ذاتهم مرحب بك يا بخال في حدودنا، ولدنا ندافع عنه قال ما نخلي ولدنا. تعالوا شوفوا اولاد البرق والاغبياء الشايلين عليه هجوم، انتم مش اغبياء؟ والله اغبياء. وللزول ده انا مصير انه الزول ده اما ما برقاوي اصلا، الزول رسل الله تسجيله ذاك، وين كان يتكلم بلغه البرق اصلا، ما هو اللغه اصلا ما مقياس انك تكون برقاوي يعني. والله اما انت ما برقاوي اصلا ذاتك، والله واحد غبي ما بتفهم، بليد، انسان ترضى بالذل، ترضى بالاهانه. والله دي غباء منكم بالمناسبه. فبالتالي انه الشيء اللي حصل في الجزيره او اللي حصل في دارفور بيحصل في الجزيره، عارفين ليه؟ لانه الان الجيش ده السودان الان يعني امتلك السلاح. ولما بيبي ده ذاته اللي اتكلم قال يا اخي احنا كيكل ممكن يتم محاسبه كيكل، وقال ما معترفين حتى انه بكيكل، في واحد من البطانه رد له قال احنا ما معترفين بك، والان بيقولوا انه من شكري ده قال ما معترفين بك، والان بيقولوا انه هم بيقولوا كيكل خط احمر. هي كيكل خط احمر لانه ولدهم، لانه اتكلمنا وقلنا لو اصلا في انسان بيستحق المحاسبه الشيء اللي حصل في مدني كله، كيكل ده كان دابت بتاع الدعم السري، كيكل ده كان المسؤول عن الجزيره، ليه ما تم محاسبته؟ شوفوا انتوا يا اغبياء لابناء البرقو، لا اي واحد اللي حاجمتونا ده الاغبياء. الكلام ده خليت اصلكم، انا ما اقدر اسمي زول زي ما قلت، لانه اصلا ما بتستحقوا زول يسميكم، والله انه يعني ما بتستحقوا انه زول يعني يجيب اسم واحد منكم، لانه في ناس اغبياء، ناس ما بتفهموا يعني. يفهموكم كيف يعني؟ انا يفهموكم كيف يعني. فبالتالي انه الادارات الاهليه اللي اتكلموا في الجزيره، احنا طلعنا في الاعلام اتكلمنا بكل وضوح، وما في راجل قدر انه يطلع يتكلم عن ايش اللي حصل في الجزيره، حتى ابناء البر اللي قاعدين في الجزيره انا ما قبل منه واحد يتكلم بكل وضوح وبكل شجاعه وبكل حراره يتكلم انه عن ايش اللي حصل في الجزيره، ما قبلني انا حتى الان، ما قبلني انسان يتكلم بكله، ولو في رسول الله، والله لو في رسول الله يعني انه واحد كده من ابناء البرق معروف يتكلم عن الشيء اللي حاصل كده بكل شجاعه وبكل رجال يتكلم، رسول الله لو في ما موجود اصلا عشان يطلع يتكلم. فعشان كده بتاع الاداره الاهليه يعني، سواء كان هو المهم الان امير المغاربه ولا نازل الشكريه ولا امير النفيدي، الناس يتكلموا كلهم
الواحد بيتكلم بالثقه وبالفم المليان. ليه؟ لانه عارف ما في راجل بيقف قدامه بيتكلم. وين الادارات الاهليه؟ في اداره من ادارات البرقو طلع يتكلم؟ في طلع يتكلم رد على الكلام الزول ده؟ الزول ده ما قال البرقو والتامه، وقال ناس الكنابي دول، وذكر عادل باسم قال البرقو والتامه، قال انه يؤاد، شفت يؤاد النظر في جنسيات البرقو والتامه ديل، واما يتم معاملتهم كيف يعني؟ معاملتهم كاجانب، ها؟ او يتم ترحيلهم ذاته، يعني يتم ترحيلهم لدوله ثانيه غير السودان. يعني انتم ما سودانيين يا برقو يا تامه، وغيركم من الناس اللي كل لونكم واحد وشكلكم واحد، ما سودانيين. ولما بنتكلم عن الكلام ده بيجي واحد قال بحاجبنا. سبحان الله، ده حسي يقولوا لكم شنو يعني؟ فبالتالي انه، وزي ما قلت بنكرر لكم، ما في فرق بين البرقاوي الموجود في كامبو، ولا البرقاوي الموجود في قريه، ولا البرقاوي الموجود في داخل المدينه. وما تفتكروا انه شيء يختصر في الجزيره فقط، لا لا، لانه ناس الجزيره عرب الجزيره الان عارفين يعني لا في برقه بيتكلموا ولا تعرف بيتكلموا. ومن هنا برضو التحيه لابناء الوسط الاحرار، انا بنسميهم ابناء الوسط الاحرار، هم سموه تجمع الوسط على ما اعتقد، لكن ابناء الوسط الاحرار اللي انتفضوا الان يعني شغالين انه يعني بيجمعوا في الناس اللي اصلا يعني عندهم الحريه، او الناس الاحرار والناس عندهم الكرامه، الناس اللي قلبهم حار الان شغالين انه بيجمعوا سلاح. والتحيه للناس اللي في البر اللي بيرسلوا القروش لاولادهم عشان ما يصلوا يدافعوا عن نفسهم، لكم التحيه والله. هذا الرجال، هذا الكلام، ليه ترضوا بالذل يعني؟ ليه ترضوا بالاهانه؟ ليه تكونوا، ليه ترضوا بالعبوديه؟ ليه ترضوا بالعبوديه؟ انتوا ناس اصليين، انتوا ناس افارقه. يعني لما نقول لك افريقي افتقر يا اخي. يا اخي المؤسسات دي كلها سواء كان في الاساس في الثانوي في الجامعه، يعني انت درسوك انه الدخول العرب الى افريقيا، او الهجره العربيه الى افريقيا، او الهجره العربيه الى السودان. انت افريقيا، انت زول، انت صاحب البلد، انت زول انت من السكان الاصليين، ترفع راسك وافتخر انك افريقي. لكن يجي واحد غبي زي اللي بحاجمونا ديل. انا والله الكلام ده مزعلني شديد بالمناسبه. هجوم بالنسبه لنا من ابناء الشمال، او اولاد الشكريه وخيرهم ديل، لانه احنا لما ردينا نناظرهم في ناس كتار انحاجمونا. دي بالنسبه لنا شيء عادي جدا. لكن ليه انت لما تجي انت واحد برقاوي تجي تحاجمني؟ ده مش غباوه منك؟ ده انا انسان ذليل، انسان حقير، انسان عديم الشرف. فبالتالي انه اتاكدوا تماما الشيء اللي حصل في الجزيره ده حيستمر وما بيقف. لانه لما زول يتكلم بكل وضوح يقول انه الناس اللي ما سودانيين يتم معاملتهم معامله الاجانب، وما بيلقى زول بيرد له، معناته اذا المساله حتتطبق يعني. وبالتالي انه حيتم، والله لو رحلوا ناس الجزيره ناس الكنابي، انتوا يا برقو سنار، يا برقو النيل الابيض، يا برقو قدارف، يا برقو خرطوم، كلكم حيتم ترحيلكم. والله كلكم حيتم ترحيلكم. يعني لما لو قلنا برقو بصفه عامه، او المبا، مملكه دار الوداي، منو بيعرف المملكه ده؟ مملكه افريقيه، مملكه من الاوائل الممالك على مستوى افريقيا والعالم، مملكه كبيره جدا، مملكه معروفه. او سلطنه دار الوداي، منو ما بعرف سلطنه دار الوداي؟ امتداده يعني ما بين من تشاد للسودان، من شرق تشاد لحد غرب دارفور، او لحد غرب السودان. مساحه كبيره جدا. بعد ذاك يعني بعد ما انه تم تقسيم السودان الى انجليزي وفرنسي، جزء من المملكه ده يعني ما زالت موجوده في السودان يقبل الاراضي السودانيه، والجزء الاخر في تشاد بده اراضي تشاديه. تعالوا جيبوا الناس اللي بحاجموكم ديل عرب الجزيره ديل، ورونا مملكتهم وين، ورونا سلطنتهم وين. لكن انتم ناس، لانه ناس اغبياء ما بتفهموا. نتمنى انه يا اخي الكلام ده يصلكم يعني، نتمنى انه الكلام ده يصلكم يعني. طبعا في مثل يعني بضربوا ناس بانه بيقول لي يا اخي مرمي الله ما بيدري فيه، فدي اللي بحاجمونا ديل للاسف الشديد يعني، ديل المرميين، ديل ما نافعين يعني. لكن انا كلامي نتمنى انه يصل للناس ما زال حتى الان يعني عندهم الكرامه، الناس الفاهمين، الناس اللي ممكن يكون يعني عندهم يعني ولو ذره من الحريه انه يتحركوا قبل ما انه الفاس تقع في الراس. نلتقي إما الله في العجال. تحياتي.